النهاردة هنكمل الجزء التاني لإزاي نصمم غرفة الأطفال. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيف. النهاردة هتكلم عن إزاي غرفة أطفال تستغل فيها المساحة بحيث إن أعمل أكتر من سرير في الغرفة. في حاجات ممكن أعمل فيها سريرين، في حاجات ممكن أعمل فيها 3، في ممكن أعمل فيهم 4، وممكن اكتر كمان لو عندي مساحة كبيرة. طيب في ناس يعني بتحب فكرة السراير هي دورين فوق بعض بس بأفكار مختلفة. يعني ازاي ان انا ممكن اعمل سريرين فوق بعض واستغل الاجزاء اللي ما بينهم كأدراج او وحدات تخزين، او ان السلم نفسه يبقى ليه ديزاين حاجة تبقى مبهجة للاطفال او مجرد لعبة، مش مجرد بس ان انا يعني السلم يبقى اصلا ديزاين بتاعه حاجة لعب، مش انه مجرد سلم شكله عادي. وازاي بختوين سواء كان انا بعمل دوت لولد او لبنت، او اختار الوان محايدة لو انا هيبقى عندي ولاد وبنات مع بعض. طيب زي ما احنا شايفين كده في افكار كتير ما بين انه ان انا اعمل مكتب، وان انا اعمل وحدات تخزين، وان انا اعمل مكتبة، وان انا اعمل شيلفز ما بين السريرين، وان انا اعمل افكار جديدة ويبقى عندي مساحة كبيرة للعب غير مكان السرير. لان انا مثلا لو حطيت السريرين، لو مساحة عندي صغيرة مش هيبقى مساحة ان الاطفال يلعبوا فيها في اوضتهم، او مش هيبقى مكان ان انا احط مثلا مكتب او شلفس او whatever. فدي بتبقى فكرة ان انا احط السريرين فوق بعض سواء بالطول او بالعرض، او واحد بالطول وواحد بالعرض زي برضو ما احنا شايفين، بيدي وسع اكتر للمساحة. طيب انا بقرر ده على اساس ايه؟ هعمل انهي ديزاين على اساس المساحة اللي عندي، ده اقسم مساحة سرير وبرضو على حسب عمر الطفل. يعني في ناس بتبقى شايفة ان اعمل سرير واوسع في المساحة، وفي ناس بتبقى لا انا عايز مقاس سرير ستاندر سواء 120 مثلا في 2 متر، او متر في 2 متر، او في متر 80 حسب المساحة اللي عندي. طيب ايه الافضل؟ هو الصراحة الموضوع ده مفهوش حاجة حلوة وحاجة وحشة، هو الموضوع ده ليه علاقة باحتياجات كل فرد ووجهة نظره ورأيه. يعني مفيش حاجة صح ومفيش حاجة غلط. انا ممكن يجيلي كلاينت عايز مساحة واسعة جدا، عايز سرير صغير ومش عايز اي حاجة تانية. ممكن يجيلي كلاينت تاني لا انا عايز سرير كبير او سريرين كبار ودولاب كبير، ومش فارق معايا ان انا يبقى عندي مكان للعب، انا هعمل اوضة تانية للعب دي بس هتبقى مسارات حركة. فكل تصميم بيختلف على حسب رغبات الكلاينت اللي انت بتعمله الديزاين. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي. تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد معانا، واشوفكم الحلقة الجاية والى